الحجاج بن يوسف أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان أميرا على العراق. فدخل عليه أنس بن مالك فأراد الحجاج أن يذله وأن يصغر شأنه، فقال له إيهن يا أنيس. أنتم انظروا، الحجاج صغر أنسا، أنس صغر على أنيس، وأم أنس صغرته أيضا فقالت هذا أنيس ابني، والتصغير كما عند البلاغيين يكون لأغراض، فهي صغرت للتحبيب وصغره للتحقير. فقال إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث. علي كان معه أنس رضي الله عنه في الفتنة بينه وبين معاوية، وكان بعد ذلك مع ابن الزبير في الفتنة بينه وبين عبد الملك بن مروان لما تحصن عبد الله بن الزبير بالكعبة فقتل فيها، وسيأتي حديث عنه إن شاء الله. ويوم لك مع ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث كان خرج على عبد الملك بن مروان، وتسمى هذه الفتنة فتنة القراء، لأن أكثر الذين خرجوا فيها كانوا من القراء ومن أهل العلم، وخرجوا على عبد الملك بن مروان وقاتلوه، وكانت موقعة وقتلوا فيها وقتل فيها ابن الأشعث. فقال له يذكره بأن مواقفه كلها ضد بني أمية، فقال له إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث. والله هذا لا يزال إلا بالاستئصال والشأفة. قال والله لا أستأذنك كما تستأذن الشقة، ولا أقلع عنك كما تقلع الصمغة. الصمغة هذه صمغ الشجر، إذا أردت أن تقلعه فتحتاج أيضا استئصالا. ولا أعصبنك عصب السلمة. السلمة هذه نوع من الشجر، كانوا يعني يحتاجون ورقه ويصعب عليهم قطفه، فماذا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى الشجرة فيعصبون ورق أغصانها، يلفون أغصانها ويربطونها إما بعصا أو بحبل، فإذا اجتمعت الأغصان ضربوا تلك الشجرة ضربا حتى يسقط ورقها. فقال له هذا الشيء زعما سأفعله بك. فقال له أنس رضي الله عنه إياي يعني الأمير أصلحه الله. فقال له الحجاج إياك أعني سك الله سمعك. فقال أنس إنا لله وإنا إليه راجعون، وانصرف. فكتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال له في كتابه إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من أنس بن مالك، أما بعد فإن الحجاج قد أسمعني نكرا وقال لي هجرا، ولم أكن لذلك أهلا، فإنني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه. فلما بلغ ذلك عبد الملك استشاط غضبا، وتعاظمه ذلك من الحجاج، ودعا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وكان مصاحبا للحجاج، وقال له دونك كتابي هذين، كتب كتابين وقال له دونك كتابي هذين، فاركب إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك وقل له، يقول لك عبد الملك يا أبا حمزة لقد كتبت للحجاج الملعون كتابا إذا قرأه وعرف ما فيه كان أطوع لك من أمتك. وكان في الكتاب الذي كتبه عبد الملك من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف. أما بعد فإنك عبد قامت بك الأمور فسموت فيها، وجاوزت قدرك وعدوت طورك وركبت داهية إدا، فلعنك الله عبدا أخفش العينين منقوض الجاعرتين، أنسيت كسب آبائك في الطائف وحملهم الصخر على ظهورهم وحفرهم الآبار، والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب والصقر الأرنب. وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى لقيت رجلا خدم عزيرا والمسيح لعظمته وشرفته وأكرمته، وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على سره ويشاوره في أمره، وهو مع ذلك بقية من بقايا أصحاب رسول الله فينا. فإذا بلغك كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاض، ولكل نبأ مستقر